في قلب دوشة القاهرة وسط الإيقاعات السريعة والصوت العالي بتتكتب قصايد حب ممكن تبان للوهلة الأولى إنها بسيطة، بس الحقيقة إن جواها معاني وبلاغة مش طبيعية. النهاردة هنمسك أغنية من دول ونفصصها حتة حتة عشان نوصل لقلبها الشاعري الأصيل. يلا بينا نشوف القصة دي. الأغنية بتبدأ على طول في صلب الموضوع، مفيش أي مقدمات، جملتين اتنين بس، لكن كافيين يعملوا زلزال. ده مش مجرد إعجاب عادي، دي لحظة غيرت عالمه كله، شقلبت حالته فعلا، والكلمتين دول هم مفتاح كل المشاعر القوية اللي هنشوفها بعد كده. طيب، وقبل ما نكمل مهم قوي نعرف إن الكلام ده كله جاي من عالم المهرجانات، والمهرجانات دي مش بس مزيكا بنرقص عليها، لا، دي تعتبر شعر الشارع، صوت حقيقي للشباب بيعبروا بيه عن كل حاجة في حياتهم بلغة مباشرة وصريحة بس مليانة فن. أول جزء في رحلتنا دي هو اللحظة الأولى، لحظة اللقاء اللي ليها تأثير الصاعقة. يا ترى هو وصف الصدمة العاطفية الرهيبة دي إزاي؟ وهنا بقى نشوف الجرأة كلها في التعبير. الفكرة هنا إن قوة الإعجاب والانجذاب كانت أكبر بكتير من أي كسوف أو تردد. طب يعني إيه قتلتيني؟ طبعا مش بالمعنى الحرفي، دي استعارة قوية جدا معناها إن وجودها بس شل كل دفاعاته، خلاه يندفع ناحيتها بمنتهى الثقة. تمام، نيجي بقى للجزء اللي فيه الإبداع كله. إزاي الشاعر بيرسم صورة لحبيبته بتشبيهات جديدة خالص ومختلفة. دي مش أوصاف عادية وخلاص، دي فعلا لوحة فنية مرسومة بكلمات من قلب الشارع. اللي بيميز الألقاب دي إنها محددة قوي. يعني شوفوا، فراولة الحتة، بونبونتيتي، هو ما قالش يا جميلتي وكفى، لا، دي ألقاب شخصية جدا وحميمية، بتورينا قد إيه هي في نظره حاجة خاصة جدا ومختلفة عن أي لغة شعرية تقليدية. وهنا بنوصل لواحدة من أقوى الصور الشعرية في الأغنية كلها، تشبيهها بحبة الرمان. ركزوا في التشبيه ده لأنه مش مجرد تشبيه عادي، ده ليه أبعاد تانية خالص. طيب، ليه الرمان بالذات؟ في ثقافتنا الرمان ده رمز للخير والجمال اللي كأنه مش من الدنيا. فلما يقول جيالي من الفردوس، هو مش بس بيقول إنها جميلة، لا، ده بيرفعها لمكانة شبه مقدسة، كأنها هدية نادرة من السماء. وده بيوضح بالظبط هو شايفها إزاي. وهنا استعارة تانية عبقرية، بس المرة دي مش بتوصف شكلها، لا، دي بتوصف صوت ضحكتها، ودي نقلة فنية ذكية جدا منه. الحركة دي في علم البلاغة اسمها تراسل الحواس، يعني بيخليك تتذوق الصوت. تخيل، هو بيحول إحساس بيتسمع اللي هو الضحك لإحساس بيتذاق اللي هو السكر. كل ده عشان يوصف إزاي ضحكتها بتغرقه في إحساس بالسعادة الصافية زي حلاوة السكر. والحلو إنه مع كل التشبيهات الجديدة دي هو برضه بيرجع للأصل وبيستخدم رموز جمال كلاسيكية كلنا عارفينها. تشبيهها بالقمر وخدودها الحمراء بيوري إنه بيربط الجديد بالقديم، وده بيضيف عمق أكتر للوصف بتاعه. تمام، بعد ما وصفها بكل الأوصاف دي نيجي بقى لحجم وقوة المشاعر نفسها. هنا الكلام بيبقى محاولة لقياس شعور ضخم لدرجة إن الكلمات العادية مش بتكفيه. التعبير ده مثال صارخ للمبالغة الشعرية. طبعا هو مش بيموت بجد، بس هو بيستخدم التعبير ده عشان يوصل إن الإحساس اللي بيجيله لما بيشوفها قوي لدرجة إنه بيوقف قلبه حرفيا، بيخطف أنفاسه. واستخدام الرقم معين زي 200 بيخلي المبالغة دي كأنها حقيقية وملموسة. الرقم ده بيجسد حجم الصدمة العاطفية اللي بيحس بيها، إحساس كاسح بيسيطر عليه تماما كل مرة بتعدي من قدامه. وفي وسط كل المشاعر الجبارة دي بتيجي جملة ممكن تكون مفاجأة. في الوقت اللي أغاني حب كتير بتتكلم عن التملك والسيطرة، هو بيقول عايزك وانتي حرة. وده بيوري نضج ووعي عاطفي كبير جدا. هو عايزها معاه بس مع احترامه الكامل لحريتها وقرارها. وهنا بقى العلاقة بتدخل في حتة أعمق بكتير، هي ما بقتش مجرد حبيبة، دي بقت مصدر الشفاء والقوة. لما يوصفها إنها علاج وإنها نبض القلب، ده معناه إن وجودها في حياته بقى شيء أساسي، زي النبض اللي بيخليه على قيد الحياة. وبنوصل لآخر جزء في تحليلنا، وهنا بنشوف تحول كبير. الشاعر بيتحرك من مجرد وصف مشاعره لتقديم وعود والتزامات للمستقبل. الشغف هنا بيتحول لخطة حياة. ده وعد ضخم، تعبير شعري بيقول إنه مستعد يعمل أي حاجة عشانها. الفكرة هنا مش في الفلوس خالص، لكنه بيستخدم صورة إنه يوزنها بفلوس عشان يوصل فكرة إن قيمتها عنده ما تتقدرش بأي تمن مادي. يعني من الآخر ده التزام كامل ومطلق، بيقول إنه مهما كانت التحديات أو التمن هو مستعد يدفعه لأنه شايف إنها تستاهل كل ده وأكتر. هي بالنسبة له أغلى من كنوز الدنيا. السلايد دي بتلخص رحلة العلاقة في خياله بشكل عبقري. شوفوا التطور، بيبدأ بلقب عفوي زي بونبونتي، وبعدين بيتعمق لصاحبتي وبنتي اللي فيه صداقة وحماية، ويوصل للهدف النهائي أم عيالي.
ويختمها بطلب بسيط وصريح: تفضلي معايا. دي مش أغنية حب، دي خريطة طريق لحياة كاملة. وبعد كل الوعود الشعرية الضخمة دي بينزل على أرض الواقع بوعد ملموس جدا، إنه يصرف مرتبه كله عشان يجيب لها هدايا. ده تعبير عملي ومباشر عن اهتمامه ورغبته في إنه يسعدها. ده اللي بيربط كل الكلام الكبير عن الحب بأفعال حقيقية. في النهاية الأغنية دي بتسيبنا كلنا مع سؤال مهم قوي. في زمن علاقاته بقت سريعة وبتخلص في لحظة، هل ممكن نلاقي في البساطة والجرأة اللي في شارع ده إجابات عن إزاي ممكن نعبر عن حب حقيقي ودائم؟ يمكن الوضوح ده هو اللي ناقصنا؟ سؤال فعلا يستاهل نفكر فيه.